نبذة سريعة عن الست اللي اخترعت المحشي. دي كانت ست فاضية ما وراهاش أي حاجة خالص أيام القبائل زمان، أيام ما كانوا الرجالة بيروحوا يحاربوا في الصحراء ويرجعوا بعد شهر، يروحوا على الحصان درجن درجن ويرجعوا بعد شهر. هو قبل ما يمشي قال لها يا ولية اعملي لي لقمة حلوة كده من إيدك على بال ما أنا ما يجي من الحرب. فقالت له ماشي يا حبيبي، أنت روح وارجع لي منصور إن شاء الله، وعلى بال ما أنت ما تيجي يكون الأكل خلص. فهو جوزها بقى راجع بعد شهر، هتقعد تعمل ايه؟ الست يعني ما معذورة برضه، هتقعد شهر تعمل ايه؟ عندها جمل بره واقف هتحط له برسيم وتخش الخيمة تاني، وخيمة بقى ولا سجاجيد ولا هتنشر غسيل، ولا عيل في سنة رابعة هتذاكر له مثلا ولا أي حاجة بقى. فهي فاضية بقى، ومن ساعتها واحنا بنقلدها بقى. أنا نفسي جدا أوصل لمرحلة ان انا يكون عندي خزنه كبيره وتتسرق، وبعد كده ازعق بقى واقول ايه، انا ما يهمنيش الفلوس، كان في اوراق مهمه جوه الخزنه دي لازم ترجع، اللي هي الاوراق اللي توديني في داهيه بقى. يعني انا عايزه اوصل لمرحله ان الورق اهم من الفلوس يعني. وبعد كده اقول للسكرتيره بقى احجزي لي على اول طياره، اول طياره مش المشكله الطياره طالعه فين، المهم انها اول طياره، لو تاني طياره مش هحط رجلي فيها، مش هركبها. هو كده.